وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل القرآن هداية للناس ونبراسا يضيء لهم الطريق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأكرم، علم القرآن فكان خير معلم، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وهذه الحلقة ضمن الحلقة السابقة عن عصر دولة المماليك، عنوان حلقة هذه المادة حالة الأدب العربي في عصر دولة المماليك. لم يظلم عصر من عصور اللغة العربية كما ظلم هذا العصر المملوكي، فقد شكك العديد من الدارسين والباحثين في حكامه وقمطوهم وحكموا على نتاجه العلمي والأدبي بالضعف والانحطاط. وصفوا هذا العهد عصر المماليك بانحطاط اللغة العربية والأدب العربي، وهذا غير صحيح. وأغفلوا ذكر فرسان الحلبتين من علماء وأدباء وشعراء. وهذا العصر حفلت فيه اللغة العربية وآدابها، فكان لها شأوا كبيرا في المجتمع المسلم. اختلفوا حول، الدارسون والباحثون اختلفوا حول إخلاص حكامه للمسلمين والإسلام، ومدى معرفتهم باللغة العربية، وهل تهيأت الأسباب لوصولهم للحكم كما تهيأت للخلفاء الأمويين والعباسيين والفاطميين والأيوبيين، أم أنهم قوة احتلال اغتصبت الحكم. هذه الدولة نشأت في مصر، دولة المماليك أو عصر دولة المماليك نشأت في مصر. وقلنا المماليك نسبة إلى أنهم كانوا أرقاء وعبيد، ولكنهم دخلوا الإسلام وأعتقوا وتعلموا الإسلام وتعلموا اللغة العربية فسادوا الناس، وكانت لهم دولة تسمى بدولة المماليك. وليس عيب في الإسلام أن يسود العبد مهما كان، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس بهذه الأشياء، والميزان الأساسي هو التقوى. فنرى بلال الحبشي يجتمع مع سيدنا عمر بن الخطاب، وهكذا مع أبي ذر الغفاري ومع أبي بكر الصديق وسلمان الفارسي كذلك وصهيب الرومي. هؤلاء كانوا قبل الإسلام من الأرقاء، ولكن عندما الإسلام أصبحوا أسياد العالم وأسياد في المجتمع المسلم. وما أظن أن الأمر في الأمر في الطعن في هذا العصر المملوكي معلق على أصولهم غير العربية، لأنهم عجم جاء بهم من وراء النهر جيحون في أواسط آسيا، واسترقوا وذهب بهم إلى مصر، وهنالك أعتقوا ودرسوا اللغة العربية وسادوا الناس، وكانت لهم هذه الدولة. فالناس يطعنون لأن أصولهم غير عربية، وما مسهم من رق في بداية حياتهم، ثم كيف أضحوا سادة وحكاما.
وكيف يحوزون شرف الدفاع عن العروبة والإسلام. كانوا يدافعون عن اللغة العربية وكانوا يدافعون عن الإسلام، إضافة إلى حقد أعداء الأمة عليهم الصليبيون، وامتداد هذا الحقد إلى أحفادهم الذين سعوا جاهدين إلى تشويه هذه الحقبة المشرفة من تاريخ الإسلام. فدسوا المفاهيم الخاطئة في مناهج التعليم في مطلع العصر الحديث، هذه المفاهيم التي تقرر سلفا أن المماليك اغتصبوا السلطة وأن عصرهم عصر تخلف وانحطاط. أما إذا جئنا إلى الحركة الأدبية فلم يختلف أداؤها عن أداء الحركة العلمية كما ذكرنا في الحلقة السابقة، وقد رأينا اهتمام سلاطين المماليك باللغة العربية وعلومها، وكيف اعتنوا بأمراء البيان وهم الشعراء، وأسندوا إليهم أرفع المناصب في دواوين الدولة، وحازوا احترام الناس حتى أضحوا قدوة ونموذجا يحفز الشباب على إتقان اللغة العربية ويجيدون البيان لعلهم يحوزون مكانة مثل مكانتهم. أما فنون الشعر العربي في هذا العصر فهي كما كانت في العصور السابقة من العصر الأيوبي وإلى العصر الأموي والعباسي، فالشعر العربي لا يختلف في فنونه، فقط قد يكون هنالك استنتاج جديد في الساحة الأدبية، ولكن هذا العصر أخذ وكان وصل للعصر العباسي في الأدب العربي. أولا المديح، والمديح هو حسن الثناء ووصف الناس بالأخلاق الحميدة والإشادة بفضائلهم وأعمالهم المجيدة، وقد عرف الشاعر العربي منذ جاهليته هذا الفن المدح، وعبر في شعره عما أعجبه من صفات بعض الناس وأعمالهم. وإذا كان الغالب في شعر ذلك العصر المدح عن قناعة باستحقاق الممدوح الثناء، وكان الشعر نابعا من قرارة نفس الشاعر يمدح الرجل بما فيه من صفات، لا يتزلف لكي يتكسب بشعره أو ينال العطايا. فإن المديح المبني على الرياء والتزلف للممدوح بما ليس له من صفات كان موجودا بقدر أقل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرياء والكذب، وحث على التصدي للمتزلفين من الشعراء في قوله: إذا رأيتم المداحين فأحثوا في وجوههم التراب، أي الذين يقلبون الموازين، يجعلون الجبان شجاعا والبخيل كريما، وهكذا هؤلاء متزلفون نحث عليهم في وجوههم التراب لأنهم يقولون الكذب. وقال صلى الله عليه وسلم في توضيح موقف الإسلام من الشعر: إنما الشعر كلام مؤلف، فما وافق الحق منه فهو حسن، وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه. وكما ذكرنا في الحلقات السابقة أنه كان يسمع الإنشاد ويسمع الشعر لشعراء المسلمين. ومنذ العصر الأموي انتشرت ظاهرة التكسب بالشعر ورفع الشعراء قدر الوضيع، وجعلوا الجبان شجاعا والبخيل كريما، وذلك مقابل ضريبة يدفعها الممدوح للشاعر، وإلا انقلب عليه وهجاه بما هو فيه من صفات أو أكثر. معناها كان يتكسب الشاعر عن الممدوح وقد لا يقول الحق. وأظن أن الشعراء قد قالوا في المديح أكثر مما قالوا في باقي فنون الشعر في هذا العصر، وقد صار الشعر المديح الصادق في ذل شعر التكسب حتى جاء العصر المملوكي، فاشتكى الشعراء من كساد سوق الشعر لأنه لم يعد حرفة يرتزق منها. من ذلك قول الشاعر
أبي الحسين الجزار، نسبة إلى أنه كان يبيع اللحم في الجزارة. يقول: لا تلمني يا سيدي شرف الدين على أن رأيتني قصابة أي جزارة، كيف لا أعشق الجزارة ما عشت حياتي وأرفض الآداب، وبها صارت الكلاب ترجيني وبالشعر كنت أرجو الكلابة. هكذا يقول، هو لا يريد أن يتكسب من حرفة الشعر. وكذلك ما يشتمل عليه قول البصيري: لا تكلني إلى سواك فأخيار زماني لا يمنحون خياره، ووجوه القصاد فيه حديد وقلوب الأجواد فيه حجارة. هكذا. وقريب من هذا المعنى قول عفيف الدين علي بن عدلان: لا تعجبن إذا ما فاتك المطلب، وعود نفسك أن تشقى وأن تتعب، إن دام ذا الفقر في الدنيا فلا تعجب، مات الكرام وما فيهم فتى أعقب. هكذا هذه اللغة السليمة في الشعر العربي في هذا العصر، وهذا يدل على مكانة اللغة العربية وآدابها في عصر المماليك. وقول ابن نبات المصري يقول: لا عار في أدبي إن لم ينل رتبا، وإنما العار في دهري وفي بلدي، هذا كلامي وذا حظي فيا عجبا، مني لثروة لفظ وافتقار يدي. كانوا فقراء لأنهم لا يتكسبون من الشعر. أضحى الشعر في العصر المملوكي تعبيرا صادقا على أحاسيس الشاعر تجاه ممدوحه، وراجت سوق المديح الذي يمجد البطولة والجهاد، الجهاد الذي كان ضد التتار والمقول أو الصليبيين، وخلدوا صفاتهم الحميدة وأعمالهم الخيرة، من ذلك ابتهاج المسلمين بانتصار سيف الدين قطز على التتار، وهو من القادة في دولة المماليك، هو وركن الدين بيبرس. هؤلاء كان لهم دور كبير في قتال الصليبيين والانتصار على أعداء الإسلام ورد كيدهم عن الدين الإسلامي. فيقول في سيف الدين قطز، وهو الذي انتصر على التتار في معركة اسمها عين جالوت سنة 658 هجرية، كما نرى في قول شرف الدين الأنصاري. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي. الحمد لله حمدا كثيرا والشكر له والامتنان، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام. مواصلة لمن قطع في الحديث، وقفنا عند قول شرف الدين وهو يمدح القائد سيف الدين قطز على انتصاره على التتار في معركة عين جالوت. يقول هذا الشاعر شرف الدين الأنصاري: رعت العدا فضمنت تل عروشها، ولقيتها فأخذت تل جيوشها، فقت الملوك ببذل ما تحويه، إذ ختمت خزائنها على منقوشها، فطويت على مصر فسيح مراحل ما بين بركتها وبين عريشها، حتى حفظت على العباد بلادها، من رومها الأقصى إلى حبوشها، فرشت حماء لوطئ نعلك خدها، فوطئت عين الشمس من مفروشها،
هكذا يقول هذا الشاعر يصف هذه المعركة. يقصد الشاعر بالحماة بالمدينة الموجودة الآن في سوريا، ويقول: فرشت هذه المدينة لك خدها فوطئت عين الشمس من مفروشها. هو انتصار هذا الرجل في هذه المعركة في عين جالوت. وكذلك قول شهاب الدين محمود الحلبي في مدح السلطان الظاهر ركن الدين ببرس، والإشادة بانتصاره على التتار والروم الذين أعادوا تجمعهم في نهر جيحون. يقول الشاعر مادحا لهذا القائد الكبير من قادة دولة المماليك ركن الدين ببرس، يقول الشاعر: سر حيث شئت لك المهيمن جار، واحكم فطوع مرادك الأقدار، لم يبق للدين الذي أزهرته يا ركنه عند الأعادي ثار، لما تراقصت الرؤوس وحركت من مطربات قيسك الأوتار، خدت الفرات بسابح أقسى من الصبا من نعله آثار، حملتك أمواج الفرات ومن رأى بحرا سواك تقله الأنهار، وتقطعت فرقا ولم يك طودها، إذ ذاك إلا جيشك الجرار، رشت دماؤهم الصعيد فلم يطر منهم على الجيش السعيد قبار، شكرت مساعيك المعاقل والورى، والترب والآساد والأطيار، هذه منعت وهؤلاء حميتهم، وسقيت تلك وعم ذا الإيسار، فلأملأن الدهر فيك مدائحا تبقى بقيت وتذهب الأعصار. هكذا يمدح هذا القائد بما قام به في هزيمة أعداء الإسلام من التتار. لقد التفت الشعراء حول أبطال المسلمين الذين خلصوا البلاد والعباد من شرور أعداء الدين التتار والصليبيين، وكان الشاعر شهاب الدين محمود أحد الذين لهجوا بذكر انتصارات المماليك في الشام، يخلد فتح السلطان المنصور قلاوون الذي فتح حصن المرقب وقضى على من فيه من الصليبيين سنة 84 و600 هجرية، ويمتدح قوة عريكته وقوة إيمانه التي تجلت في ادخار الله عز وجل. شرف هذا الحسن له دون غيره من السلاطين. يقول الشاعر: الله أكبر هذا النصر والظفر، هذا هو الفتح لا ما تزعم السير، هذا الذي كانت الآمال إن طمحت إلى الكواكب ترجوه وتنتظر، فانهض وسر واملك الدنيا فقد نحلت شوقا منابرها وارتاحت السرر، كم رام قبلك هذا الحسن من ملك فطال عنه وما في باعه قصر، وكيف تمنحه الأيام مملكة كانت لدولتك الغراء تدخر، وكيف يسمو إليها من تأخر عن إسعاده من جداك القدر والقدر. هكذا يمدح السلطان قلاوون رحمهم الله جميعا بعدما فتح طرابلس. ويقول الشاعر كذلك في هذه المعركة التي فتح فيها القائد قلاوون طرابلس، يقول: علينا لمن أولاك نعمته الشكر، لأنك للإسلام يا سيفه ذخر، ومنا لك الإخلاص في سالح الدعاء، إلى من له في أمر نصرتك الأمر، ولله في إعلاء ملكك في الورى مراد، وفي التأييد يوم الوغى سر،
ألا هكذا يا وارث الملك فليكن جهاد العدا لا ما توالى به الدهر. هكذا نجد مدح الرجالات الدولة من القادة. وهذا كذلك البصيري يقول في مدح هذا القائد، يقول: فطهر وجه الأرض من كل فاسد وما خلته من قبله يتطهر، ومهده للسالكين من الأذى فليس به الأعمى إذا سار يعثر، فشرق وغرب في البلاد فكم له بها عابر يثني عليه ويعبر، وما كل وال مثله فيه يغزة ولا قلبه بالله قلب منور، أنام الرعايا في أمان وطرفه لما فيه إصلاح الرعية يسهر، فلا الخوف من خوف ألم بأرضه ولا الشر فيها بالخواطر يخطر. هذا الأدب الجميل، أدب العربي الجميل، هذا الشعر الجميل كان في هذا العصر الذي ظلم ظلما كثيرا ووصف بانحطاط وانحسار اللغة العربية وآدابها. وكذلك نرى الشاعر عمر ابن الوردي وهو يمدح المماليك من الأتراك، يقول: الترك ملح الأرض في عصرنا والفلك الدائر في سعدهم، تعرف من يعرف مقدارهم من ذاق جور المغلي من بعدهم. المغلي أقصد المغول. الله لا يوحش من أنسهم فجورهم أهون من فقدهم. أما فنون الفخر والحماسة كانت كبيرة في هذا العصر لانتشار الجهاد ومقاتلة أعداء الإسلام، فاستمر تدفق شعر الفخر والحماس عبر العصور بقوة وقذارة. وقد كان على المماليك منذ بداية عصرهم أن يتسدوا للزحف الهمجي المقولي الذي خرب بغداد وفتك بالبلاد الشامية. كانت هنالك كما قلنا معركة عين جالوت التي قادها قطز، أول معارك الحاسمة. فهنا يقول الشاعر: هلك الكفر في الشام جميعا واستجد الإسلام بعد دحوده. هكذا رجع الإسلام مرة أخرى بعد أن كاد أن يغدى عليه. ومما قيل في معركة عين جالوت نذكر قول شهاب الدين وهو مفتخرا، وهو من فن الفخر والحماسة بانتصار السلطان سيف الدين قطز: كذا فلتكن في الله تمضي العزائم وإلا فلا تجفو الجفون الصوارم، عزائم حاذتها الرياح فأصبحت مخلفة تبكي عليها الغمائم، سرت من حمى مصر إلى الروم فاحتوت عليه وسواره الظبا واللهاذم، بجيش تظل الأرض منه كأنها على سعة الأرجاء في الضيق خاتم، كتائب كالبحر الخضم جياده إذا ما تهادت موجه المتلاطم، تحيط بمنصور اللواء مظفر له النصر والتأييد عبد وخادم، مليك يلوذ الدين من عزماته بركن له الفتح المبين دعائم، مليك لأبكار الأقاليم نحوه حنين كذا تهوى الكرام الكرائم، فكم وطئت طوعا وكرها جياده معاقل قرطاها السهى والنعائم، مليك به للدين في كل ساعة بشائر للكفر منها مآتم. هكذا كانت هذه المعركة القوية التي انتصر فيها سيف الدين قطز رحمهم الله. وهكذا
نرى يعبرون عن الفخر والحماسة في هذا الأمر. وفي ذلك قال محي الدين بن عبد الظاهر: تجمع جيش الشرك في كل فرقة وظنوا بأن لا نطيق لهم غلبة، وجاءوا إلى شاطئ الفرات وما دروا بأن جياد الخيل تقطعها وثبة. هكذا يصف هذه المعركة التي انتصر فيها المسلمون في عهد المماليك. وأما فنون الغزل فكان قليلا لاهتمام الشعراء واهتمام المجتمع بقتال أعداء الإسلام ونشر الإسلام في العالم ورد كيد أعداء المقول، فلم ينتشر كما انتشر في العصور السابقة من عصورهم. وكما هو معروف فقد جاء الغزل في صدر قصيدة المدح سيرا على منهج القدماء حينما يقولون يأتي الغزل في صدر القصيدة، ويقول مثلا نأخذ قصيدة أو قطعة من قصيدة. يقول أبو الحسن الجزار وهو يمدح صديقه الشاعر جمال الدين بن مطروح التي يقول فيها: هذا الربع ولي نفس مشوقة، فاحبس الركب عسى أغني حقوقه، قبيح بي في شرع الهوى بعد ذاك، البر أن أرضى عقوقه، لست أنسى فيه ليلات مضت مع من أهوى وساعات أنيقة. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي